وهو في نهاية المرحلة الثانوية ذهب يوما لحضور درس في أحد المساجد، وكان موضوع الدرس عن قيام الليل وحلاوته. ومن شدة انفعاله أخرج ورقة وقلما وبدأ في الكتابة خلف الشيخ. وكان مما كتب أن أحد الصالحين سئل: لماذا تقوم الليل؟ فقال: إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا وجب على الصالحين المحبين استقباله. وأنا أخشى ألا يقوم أحد الليل من هذه القرية فيستقبل الله، فأنا أستقبله تعالى نيابة عن أهل قريتنا. المهم أنه تأثر كثيرا بموضوع الدرس، وكتب أجمل ما سمع، وعاد إلى البيت ووضع الورقة بجوار التلفزيون. بمرور الأيام نسي الورقة ولم يقم الليل كما سمع. ومرت الأيام وفوجئ بتغير غريب في حال والده، إذ كان من عادته أن يصلي قيام الليل مرة في الشهر، لكنه بدأ يستيقظ يوميا قبل صلاة الفجر بساعة ويصلي لله تعالى ثم يذهب لصلاة الفجر. ومع تغير حال والده بدأ شيء آخر غريب. بدأت الورقة التي كان قد كتبها عن قيام الليل تصادفه كثيرا في البيت، فمرة يجدها عند مكتبه، ومرة يراها على سريره، ومرة يجدها في جيبه، ومرة يجدها في بدلته التي يلبسها. كان يستغرب كثيرا، لكنه لم يكن يفكر في الأمر. حدث هذا معه على مدار العام، وانقضى العام الآخر أيضا وهذه الحادثة تحصل معه. ولما طال وجود الورقة في جيبه حوالي 6 أشهر بدأ يقرأ الورقة ويكررها، ومع قراءتها بدأ يشعر أن والده يريد أن يقول له شيئا لكنه لا يتكلم. كان يجلس مع والده بالساعات يتكلم معه لكنه لم يقل له شيئا. وفجأة فهم هذا الابن الرسالة، إن والده يريده أن ينفذ ما كتب في الورقة. فهو الذي لم يحضر الدرس قرأها وانتفع بها، وحان دور الولد في الاستفادة العملية مما سمع. ذات ليلة وفقه الله تعالى أن يبدأ في رحلة قيام الليل، فتوضأ وصلى ركعتين، وفي التسليمة الثانية سمع من يقول من ورائه: أخيرا قرأتها يا أبا بكر. إنه والده. ومن يومها بدأ رحلته العملية مع قيام الليل. مرت الأيام، أصيب والده بمرض شديد استلزم علاجا كيميائيا، وكان بفضل الله في خدمته صباح مساء. عاش معه رحلة المرض كاملة. وذات ليلة وهو بجوار سرير والده في المشفى سمع المريض المجاور له يتألم، فقال له والده: يا بني، اذهب وساعد هذا الرجل فإنه ليس معه أحد. نفذ ما طلبه والده منه، ذهب لمساعدة الرجل ومواساته، وعاد لأبيه فوجده قد دخل في غيبوبة، وكانت نهاية الأمر. لقد جعله يساعد الرجل وبدأ هو يرحل عن الحياة. لقد آثر الرجل بمساعدة ابنه رغم احتياجه له، وخلال ساعات فارق والده الحياة،
وكانت آخر كلماته له: ساعد هذا الرجل.